حبيب قلبي طالب تالتة ثانوي، طبعا يا معلم خلصت امتحان الانجليزي على خير. تعالى بقى اقول لك ازاي تجيب امتحان التاريخ في شوال. تمسك الشوال كده بايدك، ده مش تمسكه بايدك، هتحطه في جيبك كمان. اول حاجه تعملها بعد امتحان الانجليزي على طول تروح البيت تنام لك ساعه وساعتين والدنيا تمام خالص عشان تتهيأ انك تذاكر التاريخ. صحيت يا معلم؟ انا مديلك مذكره استنتاجات وربط للمنهج كله، دي هتذاكرها بس تخليها رقم 2، لان رقم 1 هتذاكر ال8 وحدات اللي عندك في المنهج. ده مش بس هتذاكر ال8 وحدات، دي انت كل درس تذاكره من ال8 وحدات دول تدي لنفسك اسئله ليه عشان المعلومه تثبت في بالك وتفتكر بقى الكلام بتاعي في الحصه والسنتر، تفتكر كل كلمه قلتها لي. بعد ما تخلص ال8 وحدات مذاكره وشرح وربط واستنتاج، تيجي يوم الاثنين الوزاره نزلت لك 10 نماذج استرشاديه مهمين وفيهم شويه افكار عنب، وانت شفت بنفسك ان امتحان الجغرافيا ما خرجش بره النماذج الاسترشاديه، فهتمسك ال10 نماذج دول تذاكرهم. مش بس كده، تفهم فكره كل سؤال جات ازاي. ده بالنسبه للي هتعمله يوم الاثنين. يوم الثلاث بقى يا معلم هتحل امتحانات الوزاره اللي نزلتها في كل السنين اللي فاتت. عندك 10 امتحانات لازم تحلهم، وزي ما قلت لك تعرف فكره السؤال. وهنا بقى يا معلم هيجي دوري عامل لك 10 امتحانات عنب، خلاصه افكار المنهج، مش سايب لك معلومه غير وانا جايبها لك في الامتحان. هنحلهم مع بعض باذن الله. عارف لو خلصت دول كده يبقى انت حليت حوالي 1400 سؤال ب 1400 فكره. وبعد كميه الاسئله دي اتوقع ان انت هتدخل الامتحان وفي بطنك بطيخه صيفي. وانا معاك، لو في اي سؤال وقف قدامك ابعت لي وهرد عليك فورا. وعايز اقول لك انت حليت حوالي 1400 سؤال ب 1400 فكره، فعايزك تدخل الامتحان وانت مطمن خالص، ولا تقلق من اي حاجه ولا تخاف من الامتحان. انت مذاكر والمعلومات في دماغك، ما تخافش من اي حاجه. انت عملت اللي عليك باذن الله. هتدخل الامتحان وانت مطمن وعندك ثقه في نفسك وثقه في ربنا انك باذن الله هتقفل ال60 من 60 في امتحان التاريخ. ربنا معاكم واشوفكم على خير. سلام.